الزلازل هي واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية تدميرا للبشرية، وكلنا شفنا سوريا وتركيا اللي تدمروا مدن ورجعوا خراب. زلزال عمرنا ما شفناه بحالو، واللي وصلت الشدة ديالو ل7 درجات سلم ريختر. زلزال قوي واللي سبب في خسائر بشريه مهمه، وللعلم ان هذا الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا تنبأ به عالم هولندي فرانك هوغربيتس، الباحث في مسح هندسه النظام الشمسي، واللي كتب في تغريده ديالو في تويتر: عاجلا ام اجلا سيحدث زلزال بقوه 7.5 درجه على مقياس ريختر في جنوب وسط تركيا والاردن وسوريا ولبنان. كيدق فيه ناقوس الخطر بان نشاط زلزالي كبير غادي يوقع ما بين 4 و 6 فبراير. التنبؤات ديال هذا العالم انتشرت على نطاق واسع في تقارير وسائل الاعلام الاجنبيه كامله، وهذا الشيء اللي سبب لهم اندهاش كبير بسبب التنبؤ الصحيح، التطابق الفتره الزمنيه وحتى المقياس اللي عطاهم. هذا الشيء اللي خلاهم يقولوا انه كان من الممكن منع الالاف من الوفيات اللي طرات، وقال بلي الهزات الارتداديه غادي تستمر لفتره من الوقت بعد وقوع هذا الزلزال الكبير. ومن هنايا كنترحموا على خوتنا المسلمين اللي كاينين في تركيا وسوريا، واللي وصل عدد الضحايا ديالهم ل 2000 شهيد حاليا، وباقي العدد في ارتفاع. زلزال سبب في خسائر بشريه كبيره بزاف، ناهيك على الخسائر الماديه اللي لا تعد ولا تحصى. هذا الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا فراه ما بين اضعف الزلازل اللي ضربوا على مدار التاريخ. واليوم غادي نعرفوا شكون هو اقوى زلزال ضرب واللي وصلت الدرجه ديالو ل 9.8، وشنو هما الاسباب اللي كتخلي هاد الزلازل اللي ضربوا بهذه القوه. كلشي غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو. دير شي اشتراك وشي جيم وتبع معايا الفيديو حتى الاخر. كتكون القشره الارضيه من بزاف ديال القطع المختلفه واللي كنسميوها الصفائح التكتونيه. الزلزال هو عباره عن تصدعات في القشره الارضيه نتيجه تراكم الطاقه، واللي السبب ديالها هو انزلاق قوي في الاحتكاكات ديال هذه الصفائح التكتونيه، واللي كتحرك في اتجاهات مختلفه على فترات طويله من الزمن. الزلازل كتسبب في بزاف ديال الكوارث اخرين بحال التسونامي وظهور ارتفاعات وانخفاضات في الطبقه الارضيه. القوه ديال هذه الظاهره العظيمه كتراوح من شده ضعيفه اللي ما كنحسوش بها نهائيا لشده وقوه كتخلف خسائر ماديه وبشريه كبيره ومهمه. الا سولتك على اكثر الدول اللي كيطراو فيها الزلازل فراه بدون شك و100% غادي تقول لي اليابان. وبصح اليابان هي ما بين اكثر الدول اللي كتشهد لبزاف ديال الكوارث الطبيعيه منها الزلازل والتسونامي، ولكن اكثر الدول اللي كتشهد اكثر عدد الزلازل في السنه هي تشيلي، اللي كتوصل لعدد الزلازل فيها ل1000 زلزال في السنه. وما بين اقوى الزلازل اللي طراو على مدار التاريخ هو زلزال فالديفيا في تشيلي 22 ماي 1960، واللي وصل 9.5 درجات على سلم ريختر. الضحايا ديال هذا الزلزال وصل 1655 ضحيه، وهذا الزلزال سبب في بزاف ديال الكوارث وبزاف ديال المشاكل، ماشي غير تشيلي ولكن لبزاف ديال الدول اللي كانوا دايرين بها، في موجات تسونامي قويه واللي اطرات على جنوب تشيلي كامل والفلبين واليابان، شرق نيوزيلندا، شرق استراليا وجزر اليوشيان. دابا غنعرض لكم قائمه اقوى 10 زلازل اللي ضربوا على مدار التاريخ. هاد الزلازل كاملها كانت فيهم خسائر ماديه كبيره، ولكن الزلزال اللي ضرب تركيا في هاد الايام كان قوي وسبب في خسائر بشريه كبيره. وهذا الشيء اللي كيتميز به هذا الزلزال على باقي الزلازل، مع ان القوه ديالو وصلت فقط ل7 درجات. كان معكم اسامه علاوي، دمتم في حفظ الله.